أنا إسماعيل ياسين. اسمي بالكامل إسماعيل ياسين إسماعيل علي نخلة. والدي كان صائغ ساري في شارع عباس في السويس، ووالدتي توفت وأنا في سن صغير. اتعلمت في الكتاب، بعدها دخلت المدرسة الابتدائية لحد السنة الرابعة. بعدها بفترة شركة مجوهرات والدي فلست بسبب سوء الإدارة، وتراكمت عليه الديون واتسجن، وبقيت لوحدي، وحياتي كلها مشاكل مع مرات أبويا. سبتها وعشت مع جدتي اللي كان طبعها قاسي جدا، وكانت بتعيشني على وجبة واحدة في اليوم. وعشان أعرف أعيش اشتغلت منادي في محل قماش، ومع الوقت الدنيا ضاقت بيا. ولما وصلت ل17 سنة أخدت من جدتي 6 جنيه وهربت على مصر عشان أقدر أجري ورا حلمي، وهو إني أبقى مغني. من فرحتي بالفلوس ضيعتها في أيام بسيطة، لأن عمري ما كان معايا مبلغ زي ده. وكنت بلف طول النهار والليل على رجلي لأني ماليش حد في القاهرة، فكنت بنام في السيدة زينب، لكن الإمام كان بيزقني برجليه ويطردني بره الجامع. فضلت ألف تاني لحد ما لقيت جامع زحمة، استخبيت ورا بابه ومن التعب نمت لحد ما صحوني عشان يطردوني. لكن شيخ الجامع كان طيب وسمع حكايتي، خدني على بيته وغسل لي هدومي واداني 35 قرش عشان أرجع السويس. لما رجعت لقيت والدي قاعد في محل صغير على ترابيزة في الشارع وبيشتغل بإيده عشاني. فضلت فترة في السويس، لكن برضو ما قدرتش أستحمل وقررت أرجع تاني مصر، وده كان مع بداية الثلاثينات عشان أدور على فرصة كمطرب. لكن القدر كان ليه رأي تاني، فبدأت أشتغل صبي مع الراقصة نوسة، ودي كانت أشهر راقصات الأفراح الشعبية في الوقت ده. لكن الفلوس اللي كنت باخدها ما كفتش أي حاجة، فسبتها واشتغلت في مكتب محامي بالليل عشان أعرف أعيش. في الفترة دي اتعرفت على صديق عمري المؤلف الكوميدي أبو السعود الإبياري، فنصحني أروح لبديعة مصابني، واشتغلت معاها في الفرقة بقدم مونولوجات. وفضلت أقدم مونولوجات مع بديعة وفي الإذاعة، وكنت باخد 4 جنيه على كل مونولوج. ده كان من سنة 1935 ل 1939. وفي السنة دي كانت بداية دخولي مجال التمثيل بفيلم خلف الحبايب، لما اختارني للدور المخرج فؤاد الجزائرلي، وكملت في المونولوج مع السينما ل6 سنين كمان لحد ما وصلت ل40 جنيه في الليلة. ووقفت مونولوج بعدها واتفرغت للسينما، وكنت بقدم من 6 ل 16 فيلم في السنة. وعشان ألحق التصوير أحياناً كنت بغير هدومي في العربية، لحد ما مجموع الأفلام اللي قدمتها في حياتي بقوا 166 فيلم، منهم 17 فيلم باسمي. وفي سنة 1954 أسست فرقة المسرح الخاصة بيا، وكان معايا صديق عمري أبو السعود الإبياري. ومن وقتها الفرقة بقت أشهر فرقة مسرحية في الوقت ده، والأعلى مرتب للممثلين ب5 أضعاف اللي كانوا بياخدوه في فرق تانية زي فرقة الريحاني. ولأن مفيش حاجة بتفضل على حالها، ابتدى الانهيار واحدة واحدة، وبدأ نجوم جديدة يظهروا وشكل جديد للكوميديا. وعدد أفلامي بدأ يقل من 16 فيلم في السنة لفيلم واحد في السنة. فقررت أسافر لبنان زي ما كل زمايلي عملوا، وهناك برضو ما لقيتش شغل كتير إلا أدوار هامشية صغيرة في أفلام زي كرم الهوى وعصابة النساء. وفيلم طريق الخطايا بطل الفيلم ضربني بالقلم، ودي كانت أكبر إهانة ليا، وأنا في السن ده صعبت عليا نفسي. لكن كنت عملت فلوس كويسة، فقررت أرجع مصر في أوائل السبعينات. والمفاجأة اللي كانت مستنياني هي الضرايب، واللي قدرت عليا مبلغ كبير جدا، كان تقريبا هو كل اللي معايا. فقررت أبيع العمارة بتاعتي، وبعد ما دفعت الضرايب ما بقاش فاضل لي كتير، وما كنتش في صحة تساعدني على الشغل بسبب مرض النقرس اللي بسببه ما كنتش أستحمل الوقوف على المسرح. الديون بدأت تتراكم عليا، وغصب عني رجعت للمونولوج في الملاهي الليلية تاني، اللي برضو ما بقاش مطلوب قوي لأن نجومه بقوا أجدد مني. وفي عز حزني اتفاجئت بابن صديقي في طين عبد الوهاب،
وفي يوم 24 مايو سنة 1972 كنت في بيتي ونفسي راحت للآيس كريم، فطلبته من ابني الوحيد ياسين، ودخلت ارتاح شوية على سريري. والساعة 12 بعد نص الليل حسيت بتعب بسيط ونفسي كان ضيق، فطلبت من مراتي وابني إني أقعد شوية قصاد البيت. وبعد ما قعدت شوية التعب زاد عليا، وفجأة قلبي وقف وتوفيت قدام بيتي. ودي كانت النهاية اللي كتبها القدر لقصة إسماعيل ياسين أبو ضحكة جمان.